إبليس له صوت. يا ترى إبليس له صوت؟ سبحان الله. أنت ما قريتش الآية دي قبل كده، ممكن تكون قريتها بس ما فكرتش في معناها. قال الله سبحانه وتعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. صدق الله العظيم. تلاقي نفسك فجأة حصل لك ألم مفاجئ في منطقة في جسمك، تدخل على جوجل مثلا تلاقي إن دي من ضمن أعراض مرض خطير جدا. تقرأ الأعراض تلاقي نفسك بدأت تحسها بجد، بجد مش تمثيل. تلاقي ضربات قلبك بتزيد زي ما الأعراض بتقول فعلا. تلاقي نفسك دايخ زي ما الأعراض بتقول بالظبط. تلاقي نفسك حاسس بألم معين زي ما الأعراض بتقول، وتكشف تلاقي مفيش أي حاجة. اللي حصل ده اسمه إيه؟ اللي حصل ده اسمه صوت إبليس. من ضمن معاني الاستفزاز بالصوت، صوت يزعجك، يألم بدنك، يتعبك، يدخلك مخاوف وأوهام ملهاش أي أساس من الصحة. صوت يهجم عليك، يخليك تشك، ممكن تشك في حد معين. صوت يهجم عليك يخليك تسيء الظن فجأة في حد معين. صوت يهجم عليك يفكرك بأذى حد أذاك قبل كده. صوت يهجم عليك فجأة يفكرك بحزن قديم انت كنت نسيته. الاستفزاز بالصوت، تحس ان الصوت في ودنك وبيتعبك. ايه المطلوب مننا يا ترى في الوضع ده؟ الحاجات دي بتحصل لنا كلنا، كلنا. تمام. المطلوب مننا في الوضع ده حاجتين. اول حاجة انك تعرف ان ابليس له صوت. اي صوت سلبي جواك بيحزنك ويألمك ده صوت ابليس. تاني حاجة، لما يبدأ الوسواس في نفسك بكل هدوء استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وحول اللحظة دي فورا للحظة عبادة. ازاي؟ ايه ده؟ يعني لو وسواس مرض تقول لا 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 لا، ربنا بيقول انا عند حسن، انا عند ظن عبدي بي. فانت تقول ايه اول ما يجيك الوسواس ده او الصوت بتاع ابليس ده؟ يا رب عافيني يا رب وسلمني واصرف عني كل شيء، كل شر، واستغفر ربنا سبحانه وتعالى. مثلا لو جالك وسواس حد هيموت، ممكن يموت حد عزيز عليك جدا، هيموت، انت هو تعبان جدا وممكن يكون مرض الموت. لا، انت بقى تقول ايه في نفسك؟ يا رب اللهم بارك في عمره يا رب، اللهم لو قبضته إذا قبضته أحسن خاتمته ورضيني بقضائك يا رب. مثلا وسواس شك في حد، انت بقى تقول ايه؟ تحول اللحظة دي لعبادة ازاي؟ يا رب لو في حاجة نورني يا رب، اللهم أنت تعلم سر اللي قدامي يا رب، أنت تعلم، أنت أعلم واحد بسر اللي قدامي، وثقتي فيك إنك مش هتضيعني وهتخليني أشوف بنورك ما خفي علي، وهتحميني يا رب. مع الوقت لو أنت استمريت على الحاجتين دول، إنك تبقى عارف إن إبليس له صوت، وإنه لما يبدأ يوسوس في نفسك تحول اللحظة دي لعبادة. مع الوقت بإذن الله الشيطان هيهجرك فعليا في الوساوس، لأنه لما جه يوسوس لك كان عايز يحزنك ويزعلك. فأنت حولت اللحظة دي للحظة عبادة ومناجاة ما بينك وما بين ربنا سبحانه وتعالى، وده ضد اللي هو عايزه تماما. لحظة الوسوسة دي بتعني ممكن تدخلك في دوامة كبيرة قوي ما تطلعش منها، وتفقد بسببها عقلك. فاستعيذ بالله والجأ إليه. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيدينا كل حاجة، كل حاجة مفاتيحها في القرآن سبحانه وتعالى. سبحان الله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الله، صدق الله العظيم. صدقت يا ربي وتعاليت. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام يا رب. اللهم لك الحمد والشكر على نعمة الإسلام يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.